السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة مشوية في الفرن بطريقة حلوة جدا هتعجبكم، ومعها مكرونة بالصوص الاحمر. وتعالوا نشوف طريقتنا. معنا هنا رغيفين فينو هنفرمهم كويس. بعد ما نفرم الرغيفين الفينو هنطلعهم من الكبة ونفرم البصلايه بتاعتنا نفرمها كويس. معانا هنا 300 جرام لحمة 300 جرام لحمة مفرومة. ننزل عليها برش حبهان مطحون وملح وفلفل اسود وربع معلقة صغيرة قرفة وربع معلقة صغيرة جنزبيل ومعلقتين برغل ناشف وكيس فيجيتار وبيضة. اهم حاجة البيضة نرش عليها رشة فلفل اسود. هنضرب المكونات بتاعتنا دي كويس في الكبة. هننزل بالعيش الفينو بتاعنا اللي احنا فرمناه. بعد ما اتضربت كويس هنا هنزود نص معلقة صغيرة بيكنج باودر كده. خلاص الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة. هنوديها التلاجة ترتاح شوية وتعالوا نعمل صلصة المكرونة بتاعتنا. معانا هنا طماطم معصورة ومتصفية، عليها معلقة صلصة، مكعب مرقة، معلقة سكر ومعلقة هريسة ناعمة. معانا هنا الحلة بتاعتنا معلقتين زيت كبار والبصل المفروم، البصل ده طبعا مفرزاه، ورشة ملح ورشة فلفل اسود. هنشوح البصلة بتاعتنا لما تتشوح شوية البصلة. معانا هنا فلفل حامي هناخد نكهته. اول ما البصلة بتاعتنا تصفر هننزل بعصير الطماطم اللي احنا مجهزينه وملح وفلفل اسود وهنغطيها تتسبك زي ما احنا شايفين. من هنا شلت الفلفل خلاص خدنا نكهته عشان بس ما يبقاش الصلصه بتاعتنا حاميه. طب الناس اللي بتحب الحاجه الحاره ممكن تسيبه عادي. هنسلق المكرونه بتاعتنا على ما الصلصه بتاعتنا تتسبك. معانا هنا الميه المغليه حطيت فيها ملح ونزلت المكرونه بتاعتنا تغلي غلوتين وهندفع عليها ونغطيها. تعالوا نصبع الكفته بتاعتنا زي ما احنا شايفين. جبت خلة الشيش طاووق. عايزين الكفتة اهم حاجة ما نتخنش الكفتة. زي ما شايفين الكمية عملت معايا حوالي 20 صباع كفتة. تعالوا نشوف بقى نحط عليها ايه قبل ما ندخلها الفرن. معايا هنا معلقة زيت، طماطمية صغيرة متقطعة قطع صغيرة، معلقة صلصة ورشة ملح ورشة فلفل ومعلقتين مية. هندوبهم مع بعض كويس وننزلهم على الكفتة بتاعتنا. بيعملوا طعم حلو جدا بجد. جربوا الخطوة دي هتعجبكم جدا. وهندخلها الفرن. تعالوا نقلب المكرونه بتاعتنا على ما الكفته بتاعتنا تستوي. زي ما احنا شايفين صلصه المكرونه نشفت تماما، ما بقاش فيها سوائل، بقت سبكت كويس جدا. دي اهم حاجه في صلصه المكرونه. نقلب بقى المكرونه بتاعتنا كويس زي ما احنا شايفين. هنقلبها كويس وهنغطيها ونهدي عليها النار تشرب مع بعض من الصوص. الكفته بتاعتنا استوت وبقت جميله زي ما انتم شايفين. نكون مجهزين فحمايه ننزل عليها بقطعه سمنه ونغطيها بسرعه زي ما احنا شايفين. نقفل كويس نسيبها 10 دقايق كده، ربع ساعه متغطيه بالفحمه. بعد كده بقى تعالوا نقدمها. شايفين الكفته وجمالها بجد تحفه. الطريقه دي جميله جدا وسهله وموفره. وشايفين المكرونه بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.